طيب السلام عليكم يا اخواتي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك قلب اخوك بفكرة جديدة المرة دي وعن فيديو جديد من قناة تركي مكسر. ولا انت مش مشترك عندي في القناة، انزل اعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس وحط لايك وكومنت حلو للفيديو. تمام، وقدرني بس عشان ايه نكمل الفيديو كده مع بعض وتستفيد من الفيديو وتعرف تطلع من الفيديو وانت عامل الواجهة دي. تمام عارف دخل على وصف الفيديو تمام والاسم بتاع الفيديو. هشرح لك تركيب إضافة واجهة لكيبورد السراب البعيد. هنعمل كيبورد من الصفر دلوقتي قدامكم في قلب الفيديو. تمام، على سلسلة. يعني مثلا دلوقتي ايه هنزل الواجهة، الفيديو الباقي عن واجهة الإعدادات إيه، وبعد كده السمات. هخليك تعمل كيبورد من الصفر لحد الآخر. تمام وانا معاك قلب اخوك ازاي تعمل الكيبورد، ازاي تعدل عليه، ازاي تعمل كل حاجة فيه. تمام دلوقتي هنضيف أول حاجة الواجهة. ده كيبورد السراب البعيد هننزله، هسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو. تمام، مفيش أي واجهة عليه اهوت، دي الواجهة العادية بتاعة السراب البعيد. تمام هنضيف الواجهة بقى تانية حلوة وجامدة جدا. تمام، هسيب لك الملفات بقى في وصف الفيديو طبعا. هنعوز ايه؟ هنعوز اي بي كي اديتور، هسيب لك اللينك بتاعه برضو في وصف الفيديو. تمام، ومش لازم مدير الملفات، ده كده كده عادي. يعني انت ممكن تاخد البتاع من جوجل او من اي حتة. تمام، ده كده يا صاحبي هتكون ايه. نجيب لك بس الاول ده الملف اللي يكون فيه كل حاجة. تمام، ده المود عزرائيل اللي هو صاحب الملف ده، اللي هو عامله صاحب الوجل اسمه عزرائيل. تمام، لان هي مش واجهتي انا، بس بركبها عندي وكده. تمام يا صاحبي، هتخش كده على الملف هتلاقي كل ده الانمي فيرجن واحد والدرابل فيرجن واحد، الفونت واللي اوت والسمايلي والفايلتس والباك اب برو والكوب. تمام، دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ اول بس اجيب كيبورد السراب البعيد، اخش على الكيبورد، تفعيل الكيبورد، فعله، ونختار الكيبورد بقى من هنا. تمام، ده الكيبورد دوت مفيهوش اي حاجه. هنشغل الحافظه بقى عشان ننسخ الحاجات ديت. نشغل الحافظه بتاعتنا، نضغط كده ضغطه كده اعادة تسميه وناخده كوبي. تمام، ناخده نسخ الانمي دي فيرجن واحد، والدرابل فيرجن واحد برضو ناخده نسخ، والفونت برضو هناخده نسخ، والفاليوز فيرجن واحد برضو هناخده نسخ. تمام، بدل ما اخليك تكتب وكده يكون كل حاجة معاك نسخ في قلب الحافظة. تمام، نخش بقى كده على اي بي اديتور، نختار تاني واحدة وهنطلع لحد ما نيجي عند الكيبورد، كيبورد السراب البعيد. ادي الكيبورد نضغط عليه ونختار اول واحدة، بعد كده اول واحدة نخش هنا على الملفات اللي هي values اللي في النص، نفتح الاسمايل ونسيب الفكك براحته. اتفكك اهو بسرعة. خش على الريس، اعمل اللي هو ملف دي، تحط هنا بقى ايه، هتحط الانمي فيرجن واحد، وتيجي هنا ضغطة كده مطولة عليه وتختار التالتة اللي هي ريبليس. تمام دي، وتخش عندك على الملفات، يدخلك على الملفات، هتختار خش على الملف اللي هسيبهولك ده، وتختار الانمي فيرجن واحد، ضغط عليه كده ونعمل اوكي اللي هي تحت هنا دي. تمام، نضغط اوكي نعمل يس. تمام كده اتعمل معانا. تاني ايه بقى نعمل برضو؟ خش على الحافظة، اضربه الفيرجن واحد. تمام، خش فين اضربه الفيرجن واحد اهو، نعمل ريبلاي ونحطه. تمام، نعمل تاني بقى ملف فاضي باسم ايه، باسم فونت، ضغطة مطولة عليه ونعمل ريبليس، نخش على الملف فونت ونعمل اوكي. تمام، هنخش بقى فين تاني؟ ننزل تحت هنا عند اللي اوت عندي ملف اسمه اللي اوت بس اهو، هو اللي مش غيره اهو. ضغط عليه كده ننزل تحت، عندك هنا الميني لانشر، ده ملف ده حدده كده. تمام، وتعمل ريبليز اللي هي دي، وتطلع تخش عندي ملف اللي اوت اللي سايبهولك، وضغط على الملف ده تضغط عليه كده اتحط بدل ده. تمام، ضغط كده نعمل ملف فاضي كمان في values فيرجن واحد، وننزل تحت نشوف هل الفاليوز اللي احنا عملناه
تمام. فين الفاليوز؟ ادي اول فاليوز يرجع واحد ملف فاضي، نعمل له ريبليس ونغيره، نخش على فاليوز يرجع واحد ونعمل اوكي. تمام. نطلع نخش هنا، هناخد ايه، نخش على السمايلي وبعد كده ناخد الملف ده كوبي. تمام. ناخد اسم الفولدر ده، الملف ده كوبي، ونطلع نخش هنا، نرجع هنا عند الاول خالص، نخش على السمايلي، نعمل ملف فاضي بالاسم ده، نعمل اوكي اهو، نعمل ريبلاي، خش على السمايلي، خش هنا تعمل اوكي. تمام بقى يا صاحبي، هتخش تعمل ايه تاني؟ تعمل على ايه، خش على كوم وبعد كده اندرويد وبعد كده لا تاني واحدة دي وبعد كده اول واحدة، هتنزل بقى فين؟ عند الباك اب برو. باك اب برو ده فكك من اللي هو 3 و2 و1، اللي هو باك اب برو بس، اللي هو ده حدلك عليه ده ده حددت عليه. بعد كده تعمل ريبليس، تطلع خش هتلاقي عندك ملف الباك اب برو ده، هعمله بيه بس، وتطلع بقى تاني، هتحط الملف ده هنا كده، تخش فيه حدده كله، تاخده كوبي، نطلع نمسح الملف. تمام. وبعد كده نخش على اللي هي الميني فاست تحت هنا. تمام. خش على اندرويد ميني فاست، اختار الاخر واحدة، تنزل تحت خالص عند الفولدر ايه، عند سطر 83 اللي هو ده، تيجي هنا كده هنا. تمام. دي تنزل سطر لتحت وتحط اللي احنا خدناه ده، وترجع تعمل سيف، تعمل بيلد. تمام. استنى يحمل معانا، نعمل انستل. تمام. جاتلك ديت هتطلع كده، سيبها زي ما هي، نطلع نروح عند الكيبورد يسار البعيد نمسحه. تمام. ونثبت الكيبورد ده، تلاقي ثبت معانا عادي. تمام. نعمل نطلع، ادي الكيبورد ده اهو، خش عليه كده، نعمل متابعة، نعمل موافق، ادي الواجهة اتركبت معانا، لسه مش اي حاجة بقى تانية، اللي هو السمات العادية اهي، وبرضو الاعدادات الواجهة العادية، كل حاجة متفعلة. تمام. شير الكيبورد اللي هو هنظبط بقى احنا كل حاجة فيه. تمام. وادي كل حاجة شغالة تمام التمام. دي كده اول حاجة الواجهة. ان شاء الله الفيديو الجاي عن ازاي تركب واجهة الاعدادات. تمام يا اخواتي، متنساش تشترك في القناة وتقدرني، سيب لك كل حاجة في وصف الفيديو، لينك السراب البعيد ولينك كل حاجة. سلام يا اخواتي.